السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخذكم بجولة في العاصمة الألمانية برلين، وأشرح لكم عن مناطقها التاريخية والسياحية. بداية نركب السيارة، وهذه السيارة من نوع مرسيدس GLC 300 وموديل 2023. نضبط وضع القيادة، وبيها 4 أنماط للقيادة، فيها الوضع الطبيعي والاقتصادي والمريح والرياضي، وأخليها على الوضع الرياضي ونقول بسم الله. نتوجه إلى مركز المدينة، وعلى اليمين مبنى المكتبة المركزية العامة أو مكتبة ولاية برلين. على نفس الجهة نشاهد النصب التذكاري لقتل اليهود في أوروبا، وبالقرب من السفارة الأمريكية. نتوجه بعدها إلى بوابة برلين التاريخية، بوابة براندنبورغ تور المشهورة بحادثة ليلة رأس السنة الميلادية عام 1990، حيث حاصرها المحتفلون وأسقطوا جدار برلين العنصري لتتوحد ألمانيا من جديد. على بعد 3 دقائق مشي مبنى البرلمان الألماني رايخستاغ، وقريبا أنزل فيديو عليه. هنا أيضا عمود النصر أو تمثال فيكتوريا زيغا زويلا، وفيه 4 بوابات تحت الشوارع للدخول للساحة والصعود إلى أعلى البرج، ومشاهدة برلين بمنظر بانورامي 360 درجة. الدخولية ب3 يورو، وهو نصب تذكاري بانتصار ألمانيا على الدنمارك عام 1864، وهذا التمثال مصنوع من البرونز ومطلي بماء الذهب. طبعا عند الصعود إلى مصعد، وأكو أيضا بعد المصعد يصعد درج إلى الأعلى، فيه ساحة دائرية واحد يقدر يحافظ على نفسه. ونلف ونرجع، وعلى الجهة اليسرى من الشارع يوجد النصب التذكاري للحرب السوفيتية ضد ألمانيا، وهذا واحد من 3 مواقع أقامها الاتحاد السوفيتي في برلين لإحياء قتلى الحرب، وخاصة بعد سقوط 80 ألف جندي من الجيش الأحمر في محاولة اقتحام ودخول برلين في شهر أبريل ومايو من عام 1945. ويقع في منطقة جميلة جدا وحدائق رائعة، وخلف هذا المكان بالتحديد تقع المستشارية الألمانية. نتواصل ونرجع إلى بوابة برلين التي تقع في باريس بلاتس، ساحة باريس، حيث يوجد سفارات أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا التي احتلت وقسمت ألمانيا إلى شطرين. ونشاهد باصات سياحية مكشوفة، وهذه أسعارها من تراوح ما بين 10 إلى 14 يورو للجولة الواحدة. في هذا الشارع نفسه نشاهد بوتسدام بلاتس وسوني سنتر، مكان سياحي وترفيهي جدا جميل. نواصل ونشاهد هذه الشوارع الجميلة الكثيفة بالأشجار، ونشاهد هنا الكنيسة الفرنسية والكاتدرائية الألمانية، يتوسطها قاعة برلين للحفلات الموسيقية الأوبرا. بالقرب منها فنادق فخمة جدا وبيت الشوكولاتة الألماني. نلاحظ الاهتمام في البنية التحتية والإعمار وترميم الأماكن الثقافية وخدمة للبلد وللتاريخ. طبعا هذا المكان هي شركات تعمل بجد وإخلاص وفعلا ومراقبة من الدولة. طبعا شوارع برلين زاخرة ومزينة بالأشجار على الجهتين. أجواء برلين جميلة جدا، يعني 3 أيام أو 4 أيام شمس تهطل الأمطار بكثافة وغزارة. ونلاحظ هذا الباص خاص للنقل الداخلي للمدينة. ونأتي الآن إلى شارع المتاحف والمراكز الثقافية. على جهة اليسار المتحف التاريخي لألمانيا، وعلى اليمين المركز الثقافي لجامعة هومبولت فوردوم لتبادل الثقافات. نشاهد هنا أهم المعالم التاريخية لبرلين، وهي كاتدرائية برلين الجميلة الرائعة في التصميم من الخارج والداخل، وفيها لوحات فنية وزخرفة أكثر من رائعة. الدخول ب10 يورو. تقع في جزيرة المتاحف. جزيرة المتاحف فيها المتحف الألماني والعراقي والمصري والبيزنطي، وفيها أيضا بوابة عشتار، البوابة الثامنة لمدينة بابل العراقية. وبالقرب برج ألكسندر بلاتس أو برج التلفزيون، كنيسة سان ماريا القديمة. ونشاهد هنا عبور المشاة بشكل كبير، كون المكان سياحي حتى إذا كانت الإشارة حمراء ننتظر المشاة لحد ما يقفون ويعبرون. البرج فيه مطعم دوار وأسرع مصعد في برلين، يمكن مشاهدة برلين ب 360 درجة، والصعود بمبلغ 17 يورو. نوقف السيارة ونكمل مشي من هذا المكان. طبعا شاهد بلدية برلين المبنية بالطابوق الأحمر، وهنا هذه الساحة والنافورة والمياه الجميلة مع ملك البحار، والساحة فيها الكثير من السياح وأيضا المقيمين. ونرجع إلى المتحف الألماني والكاتدرائية والحدائق الجميلة، والكثير من الأشخاص يجلسون في هذا المكان بعد ما يخلصون زيارتهم للمتاحف. نشاهد بعض الأماكن الجميلة، وأخيرا أجلس في المقهى وأطلب القهوة لكن بدون سكر. شكرا لكم ولحسن المشاهدة. ألتقيكم بمكان آخر جميل من برلين ومن مناطق أخرى. في أمان الله.